بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هعمل معاكم وصفة جميلة جدا، مفيش اختلاف عليها مع أولادنا كلهم بيحبوها. دي النوتيلا. بس طبعا النوتيلا احنا عارفين كلنا ان سعرها غالي جدا جدا، يعني الصراحة سعرها اوفر جامد، يعني مش عارفة الغلاء ده ليه، مع ان هي سهلة جدا ومكوناتها بسيطة وممكن نعملها، وطبعا مش بربع التكلفة كمان اللي هي موجودة في المحلات. البرطمان قد كده، انا سألت عليه لقيته ب60 جنيه، مش عارفة على ايه. احنا هنعملها في البيت بمكونات سهلة وجميلة وبسيطة، وان شاء الله هتطلع نفس الطعم ونفس القوام بإذن الله. اهم حاجة بس كده نمشي على المقادير مظبوط، مقاديرها كلها سهلة ان شاء الله ومش مكلفة خالص. هندخل بقى دلوقتي نسمي الله مع بعض ونشوف بقى المكونات بتاعتنا ايه. بس فضلا وليس امرا، حطي لي كده لايك الاول واشتركي بقى في القناة وفعلي الجرس لو مش مشتركة معايا عشان يوصلك كل الاشعارات اللي بنزلها اول باول. دي المكونات بتاعتنا بسيطة جدا. معايا نص كوباية من كل حاجة هقولها، نص كوباية كاكاو خام، بس يكون يا ريت كاكاو نوعه نضيف، نص كوباية لبن بودر، نص كوباية زيت، نص كوباية حليب أو كوباية إلا ربع، ومعايا نص كوباية سكر، ومعايا كيس أو 2 من النسكافيه، بس هتيب طعم البندق عشان يدينا نفس الطعم بتاع النوتيلا اللي هي بره. هي طبعا معروفة النوتيلا بالبندق، فاحنا هنحط لها نسكافيه بطعم البندق، هيخليها بإذن الله طعمها زي الجاهزة بالظبط. هجيب كده معايا ممكن هاند بلندر، ممكن شفشق الخلاط العادي زي ما انا عامله كده، المتوفر عندك اعمليه. حطيت كده الاول نص كوبايه من الحليب، ما حطيتهاش كلها، وبعدين نص كوبايه السكر ونص كوبايه الكاكاو زي ما احنا شايفين مع بعض بالظبط. وهحط كمان عليهم اللي هو النسكافيه اللي انا جايباه. انا جبت كيس واحد بس، الكيس ده ب2 جنيه. انا ولادي راحوا ما لقوا اخر واحد يعني، قلت لهم روحوا هاتوا تاني، وبعدين لقيتها الصراحه طعمها حلو، يعني ما لقيتهاش محتاجه اكتر من كده. قلبت كله مع بعضه، دي كلها كل المكونات بتاعتنا، اللبن البودر وكل حاجه مع بعضها. هقلبها بس شويه عشان طبعا هما في ارضيه الشفشق كده، يعني ما تطلعش كده لفوق، مش طبعا العيار، يعني المعيار مش كتير عشان لما اضرب ما تتوسخش بقى الدنيا كلها. نزلت بقى كده بشويه حليب كمان، يعني هي اخد مني كوبايه الا ربع، ونزلت بقى بالخيط الزيت واحده واحده، ما تحطيش الزيت كله مره واحده. انا نزلت كده بس معلش ما عرفتش بقى اصورها، بدات انزل شويه بشويه بالزيت. يعني لو معاكي كده حاجه كده كوبايه او مج كده له حرف، انزلي بقى كده طول ما الخلاط شغال، نزلي طول ما انتي شغال نزلي خيط كده، هتتقل معاكي وهتديكي القوام المطلوب. جميل جدا، سهله وجميله وتحفه اقسم بالله. هي شوية متماسكة يعني متماسكة، بس بقى لما تتحط تساب شوية أو تتحط في التلاجة هتبقى خيال، أقسم بالله طعمها تحفة وقوامها جميل جدا. اعملي بقى سندوتشات لولادك، بصي مش عايزة أقولك هينبسطوا قد إيه بيها. خليهم بقى كده ياخدوها معاها المدرسة، ومش مكلفة طبعا، مكوناتنا كلها أكترها موجودة في البيت لو اشترينا اللبن البودر أو اشترينا اللي هو النسكافيه بس، مش هنشتري حاجات كتير يعني. وفرحي بقى اولادك كده واعملي لهم حاجات بيحبوها وبيطلبوها منك كتير، بس طبعا الامكانيات اليومين دولت الحاجات غالية جدا. اللهم يا رب يرحمنا كده، اللهم امين يا رب العالمين. وحبايبي خلاص كده الفيديو بتاعي كده بسيط سهل، يعني حاجة كده خفيفة على الماشي كده. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك، لحد ما اشوفكم في وصفات اكتر واكتر. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.